الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سئل الإمام الحسن البصري رحمه الله وكان من الزاهدين: ما سر زهدك في الدنيا؟ على أي أساس أنت من الصالحين؟ فأجاب إجابة ذهبية تعد مفتاحا من مفاتيح التدين في آخر الزمان أو في أول الزمان. قال: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي وعبادتي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله يراني فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء رب العالمين. راك متخيل معايا هذه المواعظ وهذه الأجوبة الأربعة العظيمة التي هي من مشكاة النبوة، لأنه يقال إن الحسن البصري قد رضع من أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل، فكأنما تلك الرضاعة طبعت فيه تلك الحكمة وذلك العلم. نعود، هو يعلم أن الرزق يشغل كل الناس، فقال: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري، اللي كاتبوا لي ربي من رزق ما يديهش جاري ولا خويا ولا واحد آخر، فاطمأن قلبي أني نسعى واللي جات مرحبا بها. وعلمت أن عملي اللي هي الصلاة والصيام الواجبات الشرعية لا يقوم به غيري، لا يصلي أحد صلاتي ولا يصوم عني ولا يحج في مكاني إذن علي أن أشتغل به، خير ما نشتغل بالناس. وعلمت أن الله يراني فاستحييت من أن يراني على معصية. طبعا هذا ما تخيش راح يولي معصوم، ولكن هذا على الأقل يهزم كثيرا من جيوش إبليس ومن وساوس الشيطان ومن إغراءات الدنيا عند استحضار الرقابة الإلهية، إلا أن تصيبه الجهالة. ما هي الجهالة؟ ما الفرق بين الجهل والجهالة؟ الجهل أنك ماكش عارف باللي ذي الحاجة حرام، والجهالة راك عارف أنها حرام ولكنك ضعفت. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة، أنه لا يعصى الله عز وجل إلا بجهالة أو بجهل، يعني تكون عارف تضعف أمام الشهوة أو أمام الإغراء أو أمام شيء من هذا القبيل. قال: وعلمت أن الله يراني فاستحييت من أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت زادي فاستعددت للقاء رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه الأيام من شهر ذي الحجة، شهر الحج المبارك، من جهة أنا في وقت الحج، ولكن لا نغفل على أنها نهاية السنة القمرية أو الهجرية أو العربية أو الشرعية أو سميها ما شئت. فمن المناسب أن نتكلم على أمرين اثنين. اخترت أن أتكلم على أمرين اثنين. لما يكون الإمام يخطب لا داعي لإلقاء السلام، لأنه ما راحش يردوا عليك الناس السلام وممكن يحصل تشويش، يعني بارك الله فيك. طيب، قلت أيها الإخوة الكرام أن هنالك أمرين ظهر لي وبدا لي أنه مناسب أن نتكلم فيهما جميعا. واحد، الهجرة النبوية. اثنين، موقفنا من مرور سنة من أعمارنا، مرت سنة من أعمارنا، لما ننتقل من 1447 إلى 1448 ولا 2026 2027 ما راح نديروا احتفال، ما راح نتكلموا على مرور سنة من عمرك، اللي كان عمره 30 ولا 31 واللي كان 85 ولا 86 واللي كان 90 راه 91 واللي كان عام ولا عامين وهلم جرة، وخاصة يعني البالغين أقصد. يعني أولا، ما هي الهجرة النبوية؟ احنا في الحقيقة التاريخ للهجرة النبوية هو في محرم، وإن كان إمامنا مالك يرى أن التاريخ للهجرة يكون من وقت الرحلة النبوية الحقيقية اللي هو في ربيع الأول، ولكن سيدنا عمر اختار توقيت اللي هو المحرم، شهر الله المحرم. لكن سواء بدأنا الحساب من محرم أو من ربيع الأول أو من شوال أو من صفر، ليست المشكلة هنا. ما هي الهجرة النبوية؟ احنا لما نكون في الإرشاد الديني في المناسك في الحج والعمرة، هناك فرق بين ما نتكلم لك على الهجرة هنا وبين ما نتكلم لك على الهجرة وأنا قدام جبل ثور وغار ثور، ولا نتكلم لك على غزوة أحد وانت هنا، وغزوة أحد وانت قدام جبل الرومات ومقبرة الشهداء. على بالي كاين فرق، ولكن احنا نحاول ننقل الصورة. ماذا حدث في الهجرة؟ الهجرة النبوية أيها الإخوة الكرام حدث غير مجرى التاريخ، غير مجرى التاريخ، وحفظ الملة المحمدية من الزوال. الهجرة هو مصطلح فيزيائي، يعني انتقال من مكان إلى مكان. هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ 1447 سنة من مكة
بلده وقومه وأهله، وأحب بقاع الله إليه إلى مدينته يثرب، لكانت يثرب ثم نهى عن تسميتها يثرب وصارت المدينة، وزاد بعض المجتهدين وسماها المدينة المنورة بسبب مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إليها. وكذلك مع الهجرة النبوية هجرة الصحابة بل سبقوه، النبي عليه السلام أعد العدة وبعث الصحابة سبقوه وبعدين جاء هو. وشوف عقلية القائد، مش أنا نروح نهرب نسلك براسي وخليها، سبق المهاجرين، ولا مصطلح المهاجرين مصطلح شرعي. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، والأنصار مصطلح شرعي يقصد اللي نصروا النبي عليه السلام ونصروا الدين الإسلامي، كما الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام. وإن كان النبي عليه السلام قال لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن عوام ابن عمته صفية. الحواري هو المشايع المصادق للنبي عليه الصلاة والسلام في كل زمان. لكن احنا مصطلح الأنصار راك عارف، أنصار تاع الخضر وتاع جياسكا وتاع سياربي، إنسان بالك يسب في ربي ويسموه أنصاري، وهو ليس من الأنصار في شيء. هذا ليس حكما عاما باش ما يحكموناش من ذي الكلمة، ولكن هذا واقع. كلام العيب وكفرانيات وتضييع الصلوات وسب الوالدات وكذا، ومن بعدين يقول لك الأنصار. ما تسميش بهذا المصطلح الذكي النقي، سميه جمهور، وحتى جمهور الفقهاء صافي كيما دير تحير. المهم الهجرة النبوية ما سببها؟ هي منهج نبوي على فكرة. لما ذكر الله عز وجل سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم إمام الحنفاء قال فآمن له لوط ابن أخيه وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، كما في العنكبوت. فالنبي إبراهيم هاجر من الشمال ونزل قليلا نحو الجنوب إلى حوران وغير ذلك، كان في جهة فلسطين وكذا، فهاجر. الهجرة هي عبارة عن انتقال، يعني من مصطلح الشرعي انتقال بالدين، ليس فرارا من المواجهة، تصحيحة مش فرار، وإنما إعادة ترتيب، تنظيم، إعداد. النبي عليه الصلاة والسلام كيف أسس الدولة الإسلامية وكيف جاهد في سبيل الله، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه الآية اللي أذنت في الجهاد في غزوة بدر وما بعدها من الغزوات. إذن الهجرة بالنفس والمال والدين هذه سنة نبوية، غير أنه ينبغي أن نتنبه إلى أن الهجرة قد لا تؤدي إلى انتقال فيزيائي، لحديث الإمام البخاري المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر أو من هاجر ما نهى الله عنه. إذا كان ذنب ولا معاملة كنت تديرها حرام وبطلتها نسميك مهاجر. الجمعة الماضية وش سمينا الخطبة؟ فضل العبادة في آخر الزمان، وحديث صحيح مسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، وتكلمت على هجرة الشباب وهجرة الكبار وهجرة التجار وهجرة المسؤولين وهجرة الموظفين وهجرة النساء إلى رب العالمين، زاد المهاجر إلى ربه. هذه الهجرة في آخر الزمان اللي هو زمن الغربة، غربة الشاب المتدين، غربة الرجل المتدين والتاجر المتدين والمسؤول المتدين، وأي إنسان في أي قطاع يخطر ببالك يكون من أهل الله وممن يخافون الله. إذن الهجرة بالنفس، وإن لم تنتقل مترا واحدا فأنت مهاجر إلى الله. لماذا؟ لأنك هجرت ما نهى الله عنه. وتمام الحديث والمجاهد من جاهد هواه لله. تغلب روحك، أنا راني غلط، نعترف وخلاص، أنا راني مذنب، نتوب وخلاص. ما تبداش تبرر في الخطأ تاعك وتبرر في الذنب تاعك وتلقى في الأعذار. خلي ربي يعذرك من عنده، بصح انتايا اعترف لله أنا العبد الذي كسب الذنوب وغرته الأماني أن يتوب، وغرته الأماني أن يتوب. إذن أرجوك اجلس أو خذ مكان بسرعة، يعني لا تطيل واضح؟ فقلت أيها الإخوة الكرام المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد هواه. كاين واحد الحرب رانا نديروا فيها مع أنفسنا. جهد نفسك، جهد نفسك على الطاعة، على العبادة، على صلاة الجماعة، جهد نفسك على ترك الحرام، على فعل الواجبات الشرعية، على كما قلنا قبيله الاعتراف بالخطأ لمن أخطأت في حقه، في الاعتذار وهلم جرى. هذا جهاد على فكرة خالص. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن وصححنا المفهوم، الهجرة تاع النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فرارا، وإنما إعادة ترتيب ويعني أمن وحماية للملة والدين. عليه قال في صحيح البخاري، أو قال في غزوة بدر، رفع يديه قال اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني الصحابة، لأنه قلنا عصابة لغة هو مجموعة، يعني مش معنى، فلن تعبد في الأرض.
ربي عز وجل ما هو محتاج حتى ما هو محتاج نبي، ما هو محتاج جبريل عليه السلام، خلي أنا وأنت. لكن قضت حكمة الله عز وجل أنه يعبد عن طريق مخلوقات اصطفاها. إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجبهم فمقتهم، يعني مقت أفعالهم الوثنية، الشرك، الوأد، السحر، إلا بقية من أهل الكتاب. وبعدين اختار الصحابة ويعني لصحبة نبيه بعد أن اصطفاه وأوحى إليه. إذن يا جماعة ماذا بي تركز معي؟ أنا أريد أن تفهم مش تحفظ، هذه نقولها حتى في المدارس، أفهم وعبر بما شئت لنفسك. إذن أنت الآن هجرة النبي هاجر بالعقيدة الإسلامية إلى المدينة لحمايتها بعد ما هيأ الظروف لاستقبال هذا الدين. هو دين قديم يعني أول دين، ولكنه كان جديدا يومئذ. إذن مشكلة مش في اسمك تقول دين جديد، موقفك منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هاجر، وهذه هي معناها التاريخ الهجري للإسلام. وشوف النبي عليه السلام كيف تكبد المشقة وكيف ضحى وكيف خاطر بحياته في سبيل الهجرة. ولهنا نحن نذكر 5 وقفات مع الهجرة النبوية. أولا هجرة التضحية، كل واحد هاجر يومئذ، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا ووسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما، كما في سورة النساء. هو والصحابة هاجروا وضحوا، تركوا أموالهم وأولادهم وتركوا بلادهم. وتعرف تمسك الإنسان بوطنه وبلده وحبه له، ويخرج منه قسرا ويعني بالقوة وبالعنف وبالاضطهاد. ضحوا في سبيل الحفاظ على الدين. كان يمكن يسكتوا عن الحق على الباطل هذا أو يستسلموا، أو كان بعضهم ربما يرتد، وحصل لاحقا، ولكن بعد ما يعني استقر الإسلام ليس كما في البداية، ولكنهم ضحوا. علاه صهيب الرومي لما هاجر وكان يكنى أبا يحيى، المشركين حكموه في الطريق، قالوا له وراك رايح؟ مدي معه ناقات وبعره معمرهم رزقه، هو رومي من الروم. قال وراك رايح؟ قال ماني مهاجر إلى محمد. قالوا له جئتنا فقيرا لا مال لك، درت كوميرس وليت عندك الدراهم وتروح حط الدراهم هنا وروح وحدك. فذهب وحده، فاستقبله النبي بالمواساة، قال ربح البيع أبا يحيى. هذه الربح، هذه التجارة اللي ربحتها. أما هذيك وراه الذهب تاعو، وراه الفضة تاعو، وراه من الفرس تاعو، وراه الناقة تاعو، راحوا بصح بقيت عبارة ربح البيع أبا يحيى صهيب رضي الله عنه وأرضاه. إذن قلت إن هاجروا وضحوا في سبيل الله. في الهجرة النبوية كاين واحد الموقف تاع الفداء، أن الصحابة فدوا النبي عليه السلام بأنفسهم، وتزعم هذا المبدأ سيدنا أبو بكر الصديق. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة كان معه أبو بكر عبد الله بن أريقط، وكان خريتا وقيد يعني مرشد تاع الصحراء، وكان مشركا، يعني عامله في هذه المعاملة. يعني أنت الآن يختلف معك في مسألة يقول لك حرام نلقى عليك السلام، وحرام حتى مرات تدخل الحانوت تقول له السلام عليكم بتشري من عنده ما يردش عليك السلام، وهذا مخالف قوانين التجارة على فكرة، قادر تشكي به يغلقوا له. وصارت لي أنايا تدخل تقول السلام عليكم ما السلام له، لأنه هو زعم سلفي من الطائفة الناجية وإحنا رايحين للنار. هذا مشركة، كان يبات مع النبي عليه السلام، كان يبات معه في الطريق ويأكل ويشرب. كيفاش كان يتعامل معه النبي عليه السلام؟ كيفاش كان يمد له الخبز كي يجيو يتغداو، يمد له راسه هكذا. سيد استعان به وخلصوا به يوري له الطريق. مشرك يعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. شت الجهل وش يدير، شت الجهل وين يوصل. شيء عجيب. كاين ناس كأننا ما ناش دين واحد. المهم النبي عليه السلام مسافر، أبو بكر الصديق كان مرات يمشي قدامه، مرات يمشي وراه، مرات يجيه منا، مرات يجيه منا. النبي عليه السلام قال له لا ما تحكمش بلاصة واحدة. قال له كي نتفكر اللي رانا رايحين للمجهول نجي من قدام باش كش ما حاجة تقيسني أنايا وتنجو أنت. قال كي نتفكر الذين يطلبوننا، لأنه قريش قالوا عندك 100 ناقة اللي يجيب محمد صلى الله عليه وسلم، فأتذكر الذين يطلبوننا فأتأخر باش أنا نحميك ولا نقول لك روح ويحكموني أنا معليش. وهكذا. ويروى أنه لما دخل غار ثور كان فيه غيران وكان فيه أفاعي وعقارب، فأبو بكر الصديق كان يلقى غار يدير صبعه في ذاك الغار ولا يدو، قال باش تلدغني الأفعى ولا العقرب وما تخرجش تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم. باتوا 3 ليالي هنالك، وكان يضحي بهذه التضحيات الجسام، بل عائلته كلها، عبد الرحمن بن أبي بكر وأسماء وغيرهم كانوا يطيبوا الماكلة، وعبد الرحمن بن بكر يجيب لهم الأخبار، وأسماء ذات النطاقين، وكانت كبيرة على عائشة ذاك الوقت. عائشة كانت صغيرة جدا، لكن
باش تفهم باللي هذا فداء الصحابة لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأنه حامل الرسالة وحامل الوحي يعني إلى يوم الدين. وهذا هو من الأمور التي سبقنا بها الصحابة الكرام، ليس بمظهر وليس بادعاء وليس بتتر ولا عنوان ولا انتماء ولا تزكية ولا إجازة ولا شهادة جامعية، ما سبقوناش بهذا الشيء، سبقونا بالعمل الذي ذكرنا طرفا منه. يظهر من الصحابة واحد الخلق وواحد الموقف تاع الأخوة. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وش دار؟ زوج حوايج، بنى مسجدا، يعني أثر، شوف أثر مسجد مثل هذا في المنطقة مثلا اللي عاشوا شافوا قبل 2011 وبعد 2011 إلى اليوم بفضل الله عز وجل وفضل يعني كل الناس. راك شايف الأثر ولا ماكش فايق كمثال يعني. ومسجد قباء لأول مسجد بني، لأنه مش مسجد نبوي، ومن بعدين بنى مسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. ميثاق الأخوة اللي درنا فيه خطب وقلنا مش سهل تقول راني حاسبك خويا، الأخ ولا غير عندك خويا داير خويا، نشوفوا إني أنا أخوك فلا تبتئس، أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. إذن ميثاق الأخوة ظهر في البداية ثم نسخ. كانوا يتوارثوا، الرجل من الأنصار تاع المدينة كان كيموت، لو كان يموت في ذيك الفترة الوجيزة يعني كان يورثوا المهاجري. وهنالك قصص يعني مشرقة في التاريخ كما قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع ذكرناها، لما قالوا خذ نصف مالي وعندي زوج زوجات نطلق واحدة وتزوج بها. هذا الشيء مضرب للمثل خارق للعادة طبعا. كذلك يظهر موقف الرابع، موقف التوكل على الله عز وجل مع اتخاذ الأسباب. النبي عليه السلام لما خرج من مكة ولم يسبق له يعني أن هاجر إلى المدينة ورايح، إنما أخذه داعي التوكل، وهذا لم يمنعه من اتخاذ الأسباب. اتفق مع أبي بكر الصديق وقال له خلصك في الراحلة وعمروا عليها الزاد وجابوا المرشد السياحي واختفوا في غار ثور. شوف الله تعالى كان ممكن ينقل النبي من مكة للمدينة كما نقله في الإسراء والمعراج، صح ولا لا؟ درناها في خطبة الإسراء والمعراج في ليلة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من مكة إلى فلسطين، وما نهضروش من فلسطين إلى سدرة المنتهى، نهضروا غير 1000 كيلومتر هذيك بين مكة وفلسطين. قال لك العلماء أراد الله أن يعلمنا التوكل مع اتخاذ الأسباب. كما أنت تروح تدير تحب تعمل، لازم لك مثلا سواء شهادة سواء تربص سواء تتعلم حرفة عند واحد يعلمك، هذه هي اتخاذ الأسباب، وانت راك قلبك متوكل على الله وتطلب الرزق من السبب الشرعي. إذن يظهر يعني موقف التوكل على الله سبحانه وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة خرجوا من ديارهم متوكلين على الله. خامسا يظهر موقف اليقين في الله عز وجل. اسمع مليح هذه، والأمل، وإحنا نحتاجه في ذا العصر والمسلمين راه متأخرون مضطهدون، وغزة وفلسطين وسيطرة أمريكا واليهود وكذا، يبقى بصيص من الأمل. راك متخيل معايا الهجرة احنا نتكلم عليها الآن كأنك تتفرج في فيلم الرسالة، لا ثم راه صعب جدا، ضغوطات وقتل وتشريد ومقاطعة ويعني غصب للأموال والأراضي، ومن بعدين يهاجروا كما أصحاب الكهف، ومن بعدين والعاقبة للمتقين. من بعدين النبي عليه الصلاة والسلام رجع في 8 هجرية فاتحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن لما نقرأ السيرة النبوية نأخذ منها هذه العبر. إذن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، كما في سورة يوسف. لما تشوفوا شسرة من النبي عليه السلام وكاد يقتل في بعض الغزوات والصحابة اضطهدوا ومنعوا من الهجرة وهذه الأشياء، ومع ذلك كانت لهم العاقبة. دير نفس الأسباب تحصل على نفس النتائج. هؤلاء هم قدوتنا يعني حتى يحقق الله لنا النصر، ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الشق الثاني من الخطبة يتعلق بمرور سريع للسنة الهجرية أو غيرها، ولنا مع هذا 3 وقفات. الوقفة الأولى الحديث اللي رواه الإمام الترمذي بسند صحيح، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة يعني أسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة مثل ظرمة من نار، كما الزلميت تشعل يطفى أو البريكي يطفى. هذا الشيء رانا نعايشه، وهذا يؤدي إلى ماذا؟
إلى ظهور علامة من علامات الساعة وعلم من أعلام النبوة، دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أن نشوف فيه واقع كلنا متفقون عليه. بقى شرح العلماء لهذا الشيء، ما معنى هذا؟ هل هذاك الرقاص كما نسموه، مش عارف كيف يسموه، الرقاص العقرب تاع الساعة يولي يدور بسرعة ولا شو يعني سرعة الزمن؟ أولا قيل إنه على ظاهره بحيث الزمن يزرب فيما يتعلق بالكواكب ودوران الأرض بالشمس والعكس وغير ذلك، قال لك صح تولي أسرع من قبل. وقيل نقص البركة ونزعها من الأوقات، راك معايا ولا لا؟ تلقى النهار ما فيهش بركة، ولا الأعمال ما فيهاش بركة، وتقص بركة من الأموال، راك معايا ولا لا؟ وقيل كثرة الأشغال تولي أكثر من الوقت. بيناتنا أنت نهار يعود عندك 5 حوايج تقضيهم، تروح لاميري تخدم ورقة وتدفع واحد مش حاجة في لا دايرة وتدي وليدك للطبيب وتروح مش عارف وين تعمل وتروح تقديم المرشي، يعود عندك أشغال ياسر، تلقى النهار ما يكفيكش. إذا قال لك الوقت اللي رانا فيه الأشغال أكثر مما يلزم من وقت، سواء بهذا الشرح أو بهذا أو بهذا نحن في آخر الزمان. إذا هذا هو يدل على أننا في آخر الزمان، وهي علامة من علامات الساعة. الوقفة الثانية أيها الإخوة الكرام، هذا دليل على زوال الدنيا وأنها سراب. إنما الدنيا سراب ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. خلاص نسيج العنكبوت. قال الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، أم قبلتني الثواني راح نقص من أعمارنا. ولهذا قال سيدنا علي بن أبي طالب: ألا إن الدنيا قد انطلقت مدبرة، هي مشات، وأن الآخرة قد انطلقت مقبلة، ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا الزائلة. أنا نكون مع اللي راه جاي، مع الآخرة اللي راح نخلد فيها، لهم جنات تجري من تحتها النهار، ذلك الفوز الكبير. هذا هو نخدم لهذه كما قال الحسن البصري، قال: علمت أن عملي لا يقوم به غيري. إذا هذا الاستفادة من أن الدنيا زائلة ولا تستحق كل هذه التضحيات من أجلها، ولا أن نتقاطع، ولا أن نتحارب، ولا أن نأكل الميراث، ولا أن نغصب الأراضي، ولا أن الإنسان يقطع الرحم تاعه، ولا أن يزور في الوثائق، ولا يدي الرشوة ولا الربا ولا غير ذلك، لأنه في نهاية المطاف على شيء زائل بحلاله وبحرامه. كما قال أبو العتاهية عن الدنيا، قال: عشقنا من اللذات كل محرم، فأف علينا ما أغر وأجهل، وكان أناس مثلنا في سبيلنا يعافون منهن الحلال المحلل. راك معايا ولا لا؟ إذا قال لك ناس كانوا يتركوا الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وإحنا نديروا الحرام نقول لك واش فيها، والناس كل دير هكذا، الناس كاع راهم دايرين هذا الشيء نورمال. إذا هذه اللي ضرت الحالة. الموقف الثالث كنتيجة يعني آلية منطقية، محاسبة النفس بمرور سنة من حياتك. حسبها على الإيجابيات، واش درت حاجة إيجابية، واش قدمت لنفسي لعائلتي للوطن، إذا كان راك مستواك عالي، لأنه كاين ناس بشر عنده تأثير على أمة. ماذا قدمت من العمل الصالح؟ واش درت؟ بالك ما كنتش تصلي وليت نصلي، ما كنتش نصلي في الجامع وليت نروح الجامع مثلا، ربي عز وجل فتح عليا درت عمره، ولا صمت السنة مع رمضان زدت شوال يعني، والله صمت يعني صمت ايامات من شعبان. ماذا قدمتي؟ ماذا زدتي؟ ما كنتش دايره حجاب والحمد لله سترتي روحك ويعطيك الصحة وبارك الله فيك. هذا هو المحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. إذن في الأمر السيء راجع نفسك، بالك معاملتك التجارية محرمة، بالك عندك غش، عندك تطفيف، عندك ربا، عندك غرر، عندك خطر، عندك شيء من هذا القبيل. راك انتايا في حياتك اليومية المنهج المسلك اللي اخترته لحياتك راه منحرف، راه خارج الطريق. لازم تراجع نفسك وتعرضها على الكتاب والسنة، تعرضها على آراء العقلاء والحكماء حتى تراجع نفسك وتتوب لله رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب علينا وعليكم، أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم انصر غزة وفلسطين، وانصر المسلمين في كل العالم يا رب العالمين. نحن في آخر الزمان، وأملنا في الله عظيم، أن ينصر الله عز وجل دينه وكتابه وسنة نبيه، وأن يستعملنا وأن يستخدمنا في هذا المنهج، منهج النهوض بالدين وحماية السنة النبوية ونشر الإسلام في العالم. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.